للمرة التانية على التوالي يتعادل بطل الدوري المصري النادي الأهلي مع نادي الاتحاد السكندري، ويستمر في إهدار النقاط السهلة جدا بتعادله الإيجابي مع الاتحاد بنتيجة 2 لكل من الفريقين، والنتيجة لا تعبر إطلاقا عن الأداء. كابتن حسام البدري بدأ بتشكيلة 4-2-3-1 المعتادة، في حراسة المرمى شريف إكرامي، أحمد فتحي باك يمين، حجازي وسعد قلبين دفاع، علي معلول باك شمال. في نص الملعب حسام غالي وجنبه عمرو السولية، قدامهم السعيد، على يمينه وليد سليمان وعلى شماله كريم ندفد، كلهم تحت راس حربة وحيد جونيور أجاي. النادي الأهلي ابتدى الماتش أفضل بداية ليه من أول الموسم، استحواذ إيجابي وملعب مفتوح من الجنبين والعمق وجمل عالمية ما بين اللعيبة، وكان أهم ما يميز الجمل دي هي سرعة نقل الكرة بين اللعيبة واللعب من لمسة واحدة ولمسة ولعبة. وبالرغم من جول الحاوي العالمي في الدقيقة 4 إلا إني شايف إن إحنا للأسف ما استغلناش البداية دي صح، وضيعنا كتير قوي فرص كانت كفيلة بإن هي تخلص لنا الماتش كله في أول 30 دقيقة من الشوط الأول وبس. بعد الدقيقة 30 هبط أداء الفريق تدريجيا، وبدأنا نشوف زحمة في نص ملعبنا. الزحمة دي بان فيها شوية عيوب في دفاعنا، بس الحمد لله عدت على خير، وإكرامي شال كورتين مهمين جدا، منهم انفراد مؤكد في الدقيقة 41 نتيجة الباص اتضرب بيه قلبين الدفاع تماما. وفي الوقت ما بين الدقيقة 30 ونهاية الشوط الأول كان أغلب هجماتنا على الاتحاد عبارة عن مهارات فردية من بعض اللعيبة بتنتهي بخطورة على مرماهم، مش جمل منظمة من الأول للآخر زي بداية الماتش. ابتدى الشوط التاني أحلى بداية ممكن أي أهلاوي يتمناها، أخدنا بنالتي في أول دقيقة من الشوط التاني، بس يجي عبد الله السعيد لموضوع تضييع ضربات الجزاء بتاع كل موسم ويضيع. الموسم اللي فات انا قلت ان عبد الله لما بيدخل يشوط البنالتي وهو ضامن النتيجه بيشوطه باستهتار، مش بنفس ثقه او دقه، واحنا محتاجين البنالتي في النتيجه. وزي ما بيقولوا اللي بيضيع كتير بيقبل كتير. معداش حوالي 3 دقايق ودخل فينا جول التعادل من فاول رد من العارضه جوه صندوق ال 18 بتاعنا، وفولو من خالد قمر، وده كان طبيعي لان فريقنا كان واثق زيادة عن اللزوم من نتيجة الماتش، ومش هاين على اللعيبة ان هي تاخد السكند بول، وسابوا خالد قمر يعمل الفولو مستريح جدا. سيناريو الماتش اتغير، وبعد ما كنا مسيطرين وكسبانين اصبحنا بندافع ومتعادلين. كابتن مختار استغل التغيير في السيناريو ده وطمع في الماتش بنزول هداف الفريق الافريقي بتاعه علشان يستغل سرعاته في الوقت ده بالذات على دفاعات الاهلي، وفعلا ما كدبش خبر وجاب الجول التاني من كرة مرتدة في ظهر المدافعين علشان يخلي النتيجة 2-1 لصالح نادي الاتحاد في الدقيقة 67. الجول التاني للاتحاد كان زي القلم على وش لعيبة الاهلي علشان يفوقهم ويرجعهم للماتش بسرعة جدا في الدقيقة 68 عن طريق جملة جميلة زي بتوع الشوط الاول ما بين السولية والحاوي وجونيور أجاي، اللي اتصرف في الكرة احلى تصرف يبين لك قد ايه هو لاعب موهوب ومستواه بيزيد بزيادة ثقته في نفسه من ماتش لماتش، ويتعادل لنا 2-2 بعد ما كنا على وشك الدخول في نفق مظلم جدا لنهاية الماتش. الجول ده كان أشبه لنقطة تحول تانية في الأداء في الماتش بالنسبة للنادي الأهلي. اللعيبة أدركت إن الماتش رايح للتعادل، فشوفنا منهم شوية روح ورجولة وقتال لآخر الماتش، وفعلا ربنا كفانا ببنالتي تاني في الدقيقة 92، بس المرة دي مش عبد الله هو اللي ضيعه، ساب شرف تضييعه المؤمن زكريا اللي نفذ البنالتي بشكل أسوأ بكتير من تنفيذ البنالتي الأولاني، وده خلاني مستغرب جدا. هي اللعيبة بتاعتنا دي مش بتتدرب على ضربات الجزاء؟ طب ليه راجل زي علي معلول اللي كان متخصص في كل الكور الثابتة وكان هداف الصفاقسي في الدوري التونسي واغلب اهدافه من ضربات جزاء ما بيشوطش ضربات جزاء عندنا حتى بعد عبد الله السعيد؟ ليه مؤمن هو اللي راح؟ هل ده ليه علاقة بموضوع الأنانية بتاعت مؤمن زكريا اللي اتكلمت فيها قبل كده؟ الله أعلم. شوية ملاحظات على بعض اللعيبة. إكرامي ماشي كويس ومستواه ثابت، والجولين النهاردة مش غلطته. أحمد حجازي حمد لله على سلامتك، انت أحسن مدافع في مصر، وغيابك كان مؤثر جدا في الفريق، بس خد بالك من الكور اللي في ظهرك لأن لعبة السرعة مش في صالحك. حاول على قد ما تقدر ما تعديش الكور دي من وراك بأي طريقة انت شايفها صح بالنسبة لك. علي معلول النهاردة بيثبت لنا ان هو غيابه بيبقى مؤثر جدا جدا في ناحية الشمال ومحدش يقدر يعوضه، بس هو لسه عنده عيب الحتة الدفاعية لازم يهتم بيها شوية.
السولية أداؤه بيزيد كل ماتش، بس غلطته بتبقى وحشة قوي، بترد بهجمة خطيرة علينا. وكريم نيدفيد ممتاز، مجهوده وفير، ما بيبطلش جري، وربنا كافئه بالبنالتي. اللي بينقصه شوية لعب جماعي مع الفريق، وإن شاء الله دي بتيجي بالوقت، هو لسه صغير. أما جونيور أجاي بدأ يبان بتحركاته لمساته ومهاراته، وأخيرا هدفه اللي متوقع إن شاء الله بإذن الله إنه يديله الثقة في الماتشات اللي جاية. أخيرا هي دي كرة القدم، ممكن تبقى في أحسن أحوالك وتفضل معنداك، وممكن برضو تبقى في أسوأ أحوالك وتكسب بسكور كمان، مش مكسب عادي. خالد جاب الله المايسترو. يلا يا خالد، حلوه طويله من ورا الباك ومصطفى عبده بالعضبه. يلا هوبا الخطيب. ايه ده يا ناس، مش معقول الجول ده، مش معقول الجول ده. يا سلام، لعبه جميله قوي والله. يا سلام يا خطيب، كوره بالعرض يروح الخطيب مساوتها ويلعبها ببطن رجله في الزاويه. روكسون، احمد روكسون بعد 20 دقيقة. يا سلام يا سلام يا سلام، كرة مباشرة. الكينج محمود الخطيب، مفيش كلام. لصالح النادي الاهلي هيلعبها حمدي ابو راضي. ولعب كرة حلوة حمدي ابو راضي وتعدي وجول فاضي ومحمد عامر. يا سلام، وترد تاني والخطيب. يا جول جول عظيم، جول عظيم، مش معقول جوه الجول. يا سلام، جول جميل 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 جميل، مش معقول الخطيب يجيب جول ما اتجابش من سنين طويلة حقيقة. يعني ايه ده، 2-0. جول جميل جميل جميل. ياه، جول مش معقول، جول مش معقول، جول مش معقول. ايه ده، 2-0 لصالح النادي الاهلي. كمان جول عشان تبقى النتيجة ظريفة. المرزوقي
للجنوبي لغربي، ومجدي عبد الغني يطلع الكوره اوت. ياه. تصفيات كاس العالم بين مصر وتونس. بترجع لورا حسن شحاته، وقدام مختار علي خليل، مختار الخطيب، برافو يا خطيب. كل الدنيا 3-1 بعد دقيقة واحدة الجول بيخلص 3-1. ده ايه ده الحمد لله 3-1 لمصر. اللعبة اتنقلت نقلتين 3 من علي خليل ومختار والخطيب، ودخل ورقص على الدوقة وحطها تحت رجله. عادي الخطيب وادي 120,000 وادي اللي عملوه. انا عاوز يشوفوا كواليس النور اللي فوق. صحة خش علاء ميهوب لمجدي عبد الغني لعلاء لمحمد عامر، معاه رضوان متعدي بالعرض محمود الخطيب. كورة حلوة على عامر يخطفها الخطيب بسن جزمة في الجول الاولاني للنادي الاهلي في الدقيقة 45. هنشوفها مع بعض تاني. عامر لعبها كويس قوي محمد عامر الكرة اللي فاتت. الخطيب على طول. لو عجبتكم الحلقة يا ريت ما تنسوش اللايك وشير في الخير علشان توصل الحلقة لأكبر عدد من الناس، وسبسكرايب في القناة لو انت جديد علشان تشوف كل جديد أول بأول، ولايك لصفحة البرنامج على الفيسبوك. ولو عايز تضيفني شخصيا على أي سوشيال ميديا هتلاقي كل أكونتاتي الشخصية في صندوق الديسكريبشن تحت. كان معاكم هيما تيوب، اوعوا تنسوا تنشروا الإيجابية. سلام.